التليفون الذكي هو الإبرة الحديثة، بتقدم لك دوبامين رقمي 24 ساعة في اليوم. دماغك بيفرز دوبامين وده طبيعي جدا، دي طريقة المخ في المكافأة والتحفيز. المشكلة إن التليفون بقى بيقدم لك جرعات صغيرة من الدوبامين بشكل مستمر جدا، تقريبا كل 47 ثانية. إزاي ده بيحصل؟ تخيلوا إن ستيف جوبز منع أولاده أو قلل جدا عدد الساعات اللي بيستخدموا فيها الآيباد، وده موثق في كتاب والتر آيزاكسون اللي كتب سيرة حياة ستيف جوبز. شون باركر أول رئيس لفيسبوك قال بنفسه في مقابلة: ربنا وحده اللي يعرف إحنا بنعمل إيه في أدمغة أولادنا. وأستاذة في جامعة ستانفورد قالت إن التليفون بقى زي إبرة مخدرة في جيبك. الحقيقة إن بعد ما قريت حوالي 4 كتب ورجعت لأكتر من 12 مصدر في الموضوع ده، هل التليفون هو المشكلة ولا المشكلة فينا إحنا؟ وفي أقل من 10 دقايق هنعرف بالدليل والأرقام من كلام الناس اللي صنعوا وابتكروا التكنولوجيا دي بنفسهم. ولو كملت معايا للنهاية جايز علاقتك بالتليفون تتغير للأبد. دي قناة نكست نوليدج وأنا نديم خورشيد، فنجانك اللي بتحبه، ويلا بينا نبدأ. كنت قاعد بقرا كتاب اسمه The Coming Wave، الموجة القادمة، لمصطفى سليمان. كتاب حلو وتقيل ومن الكتب اللي بحب ارجع لها من وقت للتاني لانها عن AI. وفي نص فصل من الفصول لقيت نفسي فجأة حطيت الكتاب وسحبت التليفون وقعدت ابص فيه، ومن غير اي سبب. لا حد بعت لي رساله ولا حد كان بيتصل ولا حتى كان فيه نوتيفيكيشن او اي صوت، بس لقيت ايدي راحت للتليفون لوحدها. قعدت ابص فيه شويه وضيعت 5 دقايق، ولما فقت رجعت للكتاب تاني، قريت كام صفحه، وبعدها ب5 دقايق تقريبا لقيت نفسي بعمل نفس الحاجه، ايدي رجعت للتليفون بشكل فعلا غير ارادي. ده بيحصل معانا كل يوم بشكل متكرر، لكن في المره دي بالذات خلتني اقف واسال نفسي: هو أنا بقيت مشتت؟ هو أنا اتغيرت؟ ولا ده بقى الطبيعي بالنسبة لدماغنا وتركيزنا النهاردة؟ وحبيت أفهم الموضوع من جذوره وأعرف الكلام ده بيحصل ليه. كعادتي وحبي للاستطلاع والفضول رحت دورت وبدأت أبحث. لقيت باحثة اسمها جلوريا مارك، دكتورة في جامعة كاليفورنيا إيرفاين، قضت حوالي 20 سنة بتقيس انتباه الإنسان وتركيزه. بتقول إن سنة 2004 الإنسان كان يقدر يركز على أي شاشة، وكان وقتها التلفزيون، لمدة حوالي 2.5 دقايق. والرقم ده لفت انتباهي لأن دي تقريبا الفترة اللي كنت فيها شغال في الماركتينج والادفرتايزنج والريسيرش كان مهم جدا بالنسبة لي بحكم شغلي أفهم الانتباه ساعتها. في 2004 كان 2.5 دقايق وعرفناها. في 2012 الرقم ده تضاءل بشكل كبير وبقى 75 ثانية، ودلوقتي واحنا بنتكلم في 26 بقى حوالي 47 ثانية، مش دقايق، ثواني، أقل من تركيز سمكة الزينة يعني. بس الحقيقة مش ده اللي خوفني. اللي خوفني أكتر إن الدراسات بتقول إن في حوالي 49% من الوقت تركيزنا مش بيتقطع بعوامل خارجية، مفيش موبايل بيرن ولا إشعار بيجي، إنما إحنا اللي بنقطع تركيزنا بنفسنا. دماغنا هو اللي بيقفل التركيز لوحده، كأنه اتبرمج على كده. والأخطر من كده إنه كل مرة بنقطع فيها تركيزنا بنحتاج حوالي 23 دقيقة عشان نرجع تاني للتركيز الكامل. يعني الموضوع مش مجرد تشتت لحظي، ده جزء كبير من وقتك بيضيع وانت مش واخد بالك. اللي خوفني وانا ببحث اكتر مش الارقام اللي احنا ذكرناها، اللي خوفني اكتر هو كلام الناس اللي بنوا وصمموا التكنولوجيا دي، السوشيال ميديا بتطبيقاتها المختلفة. اول واحد شون باركر، اول رئيس لفيسبوك في 2004-2005. الراجل ده اتكلم باعتراف مباشر مش تحليل، اعتراف في مقابلة علنية 2019. قال إن الهدف كان واضح جدا: إزاي نستهلك أكبر قدر ممكن من وقتك واهتمامك الواعي. يعني ده كان هدف بيزنس رسمي، مش صدفة، مش نتيجة جانبية، ده كان التصميم نفسه. وقال كمان إنهم كانوا عارفين إنهم بيستغلوا نقطة ضعف في النفس البشرية، وختم بجملة خطيرة جدا: ربنا وحده اللي يعرف إحنا بنعمل إيه في أدمغة أولادنا. التاني تريستن هاريس، كان شغال في جوجل في منصب بارز وساب الشركة بعد كده، وقال جملة مشهورة جدا: تليفونك مش تليفون، ده سلوت ماشين في جيبك. يعني إيه سلوت ماشين؟
هي مكنة قمار اللي في الملاهي أو الكازينوهات، تحط فلوس، تسحب دراع وتستنى حظك، ممكن تكسب ممكن تخسر. نفس الفكرة بالظبط، كل مرة بتفتح الشاشة أو بتعمل سكرول أو تستنى إشعار، أنت داخل دورة مكافأة عشوائية، وده أخطر نوع من الإدمان. كل إشعار أحمر، كل لايك، كل حركة هي سحب جديد للزراعة، بتضحي بانتباهك عشان مكافأة لسه مجهولة. دماغك بقى مستني المكافأة. أما ستيف جوبز في 2010، الصحفي والتر آيزاكسون مؤلف سيرته الذاتية حكى موقف من واقع ستيف جوبز. حكى إن ستيف كان بيجمع أولاده كل يوم على العشاء من غير أي شاشات، مش مسموح بموبايلات ومفيش أجهزة، عشان يبقى في فرصة للكلام، فرصة للحياة الحقيقية. وده تناقض غريب. الراجل اللي بنى الإمبراطورية دي رفض يدخلها لبيته. ليه؟ عارف تأثير الشاشات الحقيقي على الانتباه وعلى البشر، وعشان كده حمى أولاده منها. طيب إزاي بالظبط بيأثر استخدام التليفون والسوشيال ميديا على دماغنا؟ إزاي بيأثر على انتباهنا بالشكل ده؟ في دكتورة اسمها أنا ليمبكي، أستاذة في جامعة ستانفورد ورئيسة عيادة الإدمان، كتبت كتاب مشهور جدا اسمه دوبامين نيشن أو أمة الدوبامين، وقالت جملة صعبة تتنسي. قالت إن التليفون الذكي هو الإبرة الحديثة، بتقدم لك دوبامين رقمي 24 ساعة في اليوم. إزاي ده بيحصل؟ ببساطة كل مرة بتعمل حاجة ممتعة دماغك بيفرز دوبامين، وده طبيعي جدا. دي طريقة المخ في المكافأة والتحفيز. المشكلة ان التليفون بقى بيقدم لك جرعات صغيرة من الدوبامين بشكل مستمر جدا، تقريبا كل 47 ثانية. فالمخ بيبدأ يتعلم حاجة خطيرة، يبدأ يعتبر ان ده هو الطبيعي وان ده هو المستوى اللازم للحياة او للبقاء. ومع الوقت اي حاجة تانية، قراءة، تفكير، محادثة عميقة، صلاة، تأمل، حتى انك تقعد ساكت في مكان هادي، كل ده يبدأ يبان للمخ كأنه ملل. مش لان التجارب دي مملة فعلا، لكن لان حساسيتك للدوبامين اتغيرت. مخك بقى محتاج جرعة اعلى واسرع عشان تحس بنفس الاحساس. حتى المحادثات العميقة بقت اقل تأثير، حتى الصلاة او التأمل بقى صعب يدي نفس الإحساس اللي كان بيجي زمان، لأن مخك اتعود على إبرة أو جرعة ياخدها في أقل من دقيقة. دي مش مجرد فكرة فلسفية، ده تفسير عصبي، نيوروساينس موثق. ولو بصينا للأرقام، لو بتقضي 3 ساعات يوميا على السوشيال ميديا، وده المتوسط في المنطقة العربية حسب مؤسسة جالوب، ده تقريبا بيساوي حوالي 1095 ساعة في السنة، يعني تقريبا 45 يوم كاملين من حياتك كل سنة. السؤال مش بس الوقت راح فين، السؤال الحقيقي راح فين انتباهك. طيب ايه اللي اتسرق فعلا؟ مش وقتك وبس. الباحث جوناثان هايت، أستاذ في جامعة نيويورك، كتب كتاب The Anxious Generation، الجيل القلق، ومن أهم الكتب اللي اتكتبت في الموضوع ده. جوناثان هايت بيقول إن الجيل اللي اتربى مع التليفون خسر حاجة أساسية جدا، القدرة على تحمل الفراغ. والفراغ هنا مش معناه إنك زهقان، الفراغ هو المكان اللي بتطلع منه أحسن أفكارك، أكبر قراراتك، أعمق محادثاتك، حبك للناس، وتواصلك الحقيقي مع نفسك ومع اللي حواليك. كل الحاجات دي محتاجة وقت، ووقت من غير أي مدخلات خارجية، من غير إشعارات، من غير فيديوهات، من غير سكرول لا نهائي. لكن المشكلة إن الوقت ده بقى أصعب وقت على دماغنا النهاردة. إنك تقعد لوحدك شوية من غير أي مقاطعة ومن غير أي مدخلات وتكون مستمتع بكده، بقت واحدة من أصعب الحاجات على مخ الإنسان في العصر الحديث. خليني أكون أمين معاك، أقول حاجة مهمة، مش كل العلماء متفقين على كل الكلام اللي قلناه لحد دلوقتي. في دكتورة اسمها كانديس أودجرز من جامعة كاليفورنيا إيرفاين، نشرت أبحاث في مجلة نيتشر، واحدة من أرقى المجلات العلمية في العالم، وسألت سؤال ذكي جدا: هل التليفون هو اللي بيخلي الناس مكتئبة، ولا الشخص المكتئب أصلا هو اللي بيهرب للتليفون؟ الفرق بين السؤالين كبير جدا، ولحد النهاردة العلم ما حسمش الإجابة دي بشكل قاطع. طيب هل ده معناه إن التليفون بريء؟ لا أبدا. إن دماغك بتتغير ده مثبت علميا. إن قدرتك على التركيز بتتراجع ده مثبت علميا برضو. إن عادات الانتباه عندك بتتغير ده برضو مثبت علميا. اللي لسه فيه نقاش هو هل التليفون وحده مسؤول عن الاكتئاب، ولا في عوامل تانية مصاحبة ومؤثرة؟ ليه بقولك الكلام ده؟ لأني مش عايز أبيع لك الخوف
ومش عايز أبيع لك الوهم، أنا عايز أوصل لك الحقيقة. والحقيقة هي حتى لو التليفون مش السبب الوحيد، فهو واحد من أقوى الأشياء اللي بتسرق انتباهك كل يوم، وانتباهك هو أنت. خليني أكون صريح معاك أكتر. في باحث في جامعة ستانفورد اسمه نير إيال كتب كتاب اسمه غير قابل للتشتيت Indistractable، وقال حاجة بصراحة ما حبيتهاش أول ما قريتها. قال إن التشتت مش بيبدأ من التليفون، التشتت بيبدأ من جوانا. يعني لما تلاقي نفسك فتحت التليفون من غير سبب، مش بالضرورة التليفون هو اللي جذبك، انت كان جواك حاجة بتحاول تهرب منها، قلق، ملل، إحساس بعدم الراحة، شعور بالفراغ، والتليفون قدم لك هروب فوري. وده فرق مهم جدا. يعني ايه؟ يعني انت مش ضعيف الإرادة، انت بس غالبا بتهرب من حاجة. وعشان كده السؤال الحقيقي مش ازاي ابطل التليفون او ازاي اقلل استخدام السوشيال ميديا، السؤال الحقيقي هو انا بهرب من ايه؟ لان اللحظة اللي هتعرف فيها اجابة السؤال ده هي اللحظة اللي هتبدأ فيها تستعيد السيطرة على وقتك وانتباهك وسعادتك. دلوقتي هقدر اقول لك حكمي الشخصي بعد كل اللي قريته وشفته. المشكله مش التليفون، والمشكله مش التيك توك، والمشكله مش الخوارزميات، المشكله انك اتعلمت تهرب من اي لحظه مش مريحه، وعشت سنين من غير ما تسال نفسك السؤال الاهم: انا بهرب من ايه؟ وشركات التكنولوجيا عارفه ده كويس جدا، وعارفه ان الانسان لما يلاقي هروب سهل وفوري غالبا بيختاروا، وبنت امبراطوريات كاملة على الحقيقة دي. شون باركر قال ده بنفسه، وتريستان هاريس حذر منه، وستيف جوبز وهو واحد من الناس اللي بنوا العالم ده كان بيقلل استخدام التكنولوجيا لأولاده. كلهم كانوا شايفين نفس الحاجة، إن انتباهك مورد ثمين، وإن في ناس كتير بتتنافس عليه كل يوم. القرار مش قرارهم، القرار قرارك انت. ولو وقفت لحظة وسألت نفسك أنا بهرب من إيه؟ هتستعيد انتباهك وهتقدر تواجه كل التحديات. تعال نعمل تجربة لمدة 7 أيام. مش محتاجين تطبيق جديد يساعدك على الحل، ومش محتاجين إرادة خارقة. اعمل بس 3 حاجات. أول حاجة، شيل حاجة واحدة من حياتك انت عارف انها بتديك دوبامين سهل وسريع. مش كل التليفون ومش كل السوشيال ميديا، حاجة واحدة بس. ممكن تكون تيك توك قبل النوم، ممكن تكون انستجرام أول ما تصحى، انت أدرى بالحاجة اللي بتسحبك. تاني حاجة، خصص نص ساعة كل يوم للملل. وأقصد بالملل هنا إنك تقضي الوقت ده من غير تليفون، من غير بودكاست، من غير موسيقى، من غير أي مدخلات خارجية، انت وبس مع أفكارك. لأن الملل مش عدوك، الملل هو المكان اللي غالبا هتلاقي فيه نفسك من تاني. تالت حاجة، اختار حاجة واحدة محتاجة تركيز عميق، واديها 45 دقيقة كاملة من وقتك، من غير إشعارات، من غير ما تفتح حاجة تانية، من غير ما تبدل بين شاشات. 45 دقيقة بس، مش عشان تنتج أكتر ولا عشان تبقى أكتر كفاءة، لكن عشان تتأكد إن دماغك لسه قادر يعمل كده. ولو عملت ال3 حاجات دول لمدة أسبوع واحد بس، أعتقد إنك هتبدأ تلاحظ حاجة مهمة، إن المشكلة ما كانتش في التليفون طول الوقت، المشكلة كانت إنك نسيت إحساس إنك تكون حاضر بالكامل. في أستاذ في جامعة جورج تاون اسمه كال نوبورت كتب كتاب مهم جدا اسمه العمل العميق Deep Work، وقال فيه إن القدرة على التركيز العميق هتبقى واحدة من أندر وأغلى المهارات في القرن اللي احنا عايشين. يعني الشخص اللي يقدر يقعد فترة طويلة من غير تشتيت ويشتغل بتركيز حقيقي هيبقى شخص مطلوب جدا، لأنه ببساطة أصبح نادر. لكن خليني أضيف حاجة أهم من الشغل: التركيز العميق مش بس مهارة مهنية، دي مهارة للحياة. لما بتدي انتباهك لحد بتحبه ده أعلى شكل من الحب، ولما بتدي انتباهك لفكرة بتخليها تكبر وتتحول لواقع، ولما بتدي انتباهك لنفسك بتبدأ تفهم أنت مين فعلا. لأن الانتباه مش مجرد أداة إنتاج، الانتباه هو الطريقة اللي الإنسان بيعيش بيها إنسانيته. والحقيقة إن ده بالظبط اللي بيتسحب منك كل يوم من غير ما تحس. بس في النهاية القرار لسه قرارك. قبل ما نختم خليني أقول لك جملة من فيلسوفة فرنسية اسمها سيمون فيل: الانتباه هو أنقى وأندر شكل من أشكال الكرم. Attention is the rarest and purest form of generosity. سيمون فيل. وكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. لو الحلقة عجبتك أرجوك اشترك في القناة، ولو شايف إنها ممكن تفيد حد يهمك شيرها معاه. دي قناة نكس نوليدج،
وكان معكم نديم خرشد، وأشوفكم في الحلقة الجاية.